هل سمعت يوما بهذه القصة؟ لا، لن تجدها في الكتب المدرسية، ولن تسمعها في قنوات التاريخ التقليدية، بل حتى على يوتيوب لن تجد أي فيديو يتحدث عن هذه الأحداث بهذه التفاصيل التي ستسمعها الآن. هذه ليست مجرد رواية تاريخية، بل حقيقة طمست عمدا وأخفيت لسنوات حتى لا تصل إليك. ما سنكشفه اليوم عن زعيم تمزوغت وعن دوره في مقاومة الإسبان هو معلومات لم تعرض من قبل، ولم يجرؤ أحد على تقديمها بهذه الدقة والوضوح. وإن سمعت يوما هذه التفاصيل في قناة أخرى، فكن على يقين أنها أخذتها منا، من هذا الفيديو، من هذه القناة. لأننا هنا لا ننقل القصص المتكررة، بل نكشف الحقيقة كما لم تروى من قبل. استعد، لأن ما ستسمعه اليوم قد يغير نظرتك إلى تاريخ المقاومة الأمازيغية إلى الأبد. هل سمعت يوما عن الأبطال الذين لا تذكرهم كتب التاريخ؟ عن أولئك الذين قاتلوا وانتصروا ثم سقطوا في صمت لأن قصصهم لم تخدم مصالح السلاطين والمستعمرين؟ في أعماق جبال الريف وسط الضباب الذي يغطي القمم الوعرة عاش رجل لم يكن ملكا ولا سلطانا، لكنه كان رمزا للمقاومة، زعيم تمزوغت. قبل أن يسطع نجم عبد الكريم الخطابي، وقبل أن تشتعل ثورة الريف الكبرى، كان هذا البطل الأمازيغي يزرع الرعب في قلوب الإسبان، مستخدما تكتيكات لم يألفها المستعمرون من قبل: حرب العصابات، الكر والفرة، نصب الفخاخ والهجمات المباغتة، أساليب حولت الريف إلى جحيم لا يطاق للمحتل. لكن من هو زعيم تمزوغ؟ لماذا لم يذكر اسمه كثيرا رغم شجاعته وإنجازاته؟ وما الدور الذي لعبه العلويون في سقوطه؟ في هذا الفيديو سنكشف لك القصة المنسية، سنعيد إحياء ذكرى رجل حارب وحده بينما كان الآخرون يعقدون الاتفاقيات. استعد، لأن ما ستسمعه الآن قد يغير نظرتك إلى تاريخ المقاومة الأمازيغية إلى الأبد. حين دخل الإسبان إلى الريف، لم يدخلوا عن طريق المعارك العادلة، بل عبر الخيانات والاتفاقيات التي وقعها السلاطين العلويون الذين لم يحكموا سوى المدن الكبرى، بينما بقيت الجبال والصحراء والمناطق النائية خارجة عن سيطرتهم. كان المغرب حينها كيانا ممزقا، السلاطين في فاس ومراكش يحكمون ما يتاح لهم من أراضٍ تحت رحمة الأوروبيين، بينما كان الأمازيغ في الجبال والسهول يواجهون قدرهم وحدهم. في سنة 1909 قررت إسبانيا التوسع في الريف، فبدأت حملتها العسكرية من مليلية، مستفيدة من انشغال الفرنسيين ببسط نفوذهم جنوبا، ومن تواطؤ السلطان عبد الحفيظ الذي فضل ضمان بقائه في فاس بدل دعم القبائل الأمازيغية في الشمال. لكن ما لم يكن في حسبان الإسبان هو أن هذه الأرض لم تخلق للغزاة، وأن أبناء الريف لم يعرفوا يوما الاستسلام. هنا ظهر زعيم تمزوغت، الرجل الذي حول الجبال إلى سلاح، والذي فهم أن المواجهة المباشرة مع الجيوش الأوروبية ليست سوى انتحار، فقرر أن يقاتل بطريقته، بأسلوب لم تعهده الجيوش الإسبانية: حرب العصابات. جمع زعيم تمزوغت 100 مقاتل من خيرة رجال قبيلته، لم يكن لديهم سوى بنادق تقليدية وخناجر وسيوف، لكنهم امتلكوا سلاحا أقوى: المعرفة بتضاريس الأرض والعزم الذي لا ينكسر. في ليلة باردة من سنة 1909 نفذ مقاتلوه أول عملية، حيث هاجموا قافلة إسبانية محملة بالإمدادات، فقتلوا الحراس وأحرقوا المؤن، ثم اختفوا في الظلام، تاركين الإسبان في حالة من الذعر. بعد هذه الضربة أدرك الإسبان أن الريف لن يكون لهم بسهولة، لكنهم لم يعرفوا أن الأسوأ كان قادما. خلال السنة التي تلت اعتمد زعيم تمزوغ التكتيك الكر والفر: يهاجم ثم ينسحب، لا يترك أي أثر سوى الجثث ورائحة البارود. في إحدى الهجمات حاصر كتيبة إسبانية بأكملها داخل أحد الأودية، وأبادها عن بكرة أبيها في واحدة من أكثر الهزائم الإسبانية إذلالا. لكن المعركة لم تكن فقط ضد الإسبان، فقد وجد زعيم تمزوغت نفسه في مواجهة الخونة الذين سعوا وراء المال والسلطة وسلموا معلوماته للمستعمر. في سنة 1911، وبعدما بدأت المقاومة تتوسع، قرر الإسبان إنهاء التمرد بأي ثمن، فشنوا هجوما واسعا على معاقل زعيم تمزوغت، وأحرقوا القرى التي دعمت المقاومة، وقتلوا المدنيين بلا رحمة، بينما ظل المقاتلون صامدين في الجبال. وفي منتصف سنة 1912، وبعد معركة استمرت يومين كاملين، وقع زعيم تمزوغت في الأسر. بعض الروايات تقول إنه أصيب خلال المعركة، لكنه رفض الاستسلام حتى فقد وعيه.
بينما تشير شهادات أخرى إلى أنه تعرض للخيانة من بعض العملاء الذين كشفوا موقعه للإسبان. اقتيد إلى مليلية مكبل اليدين، حيث لم يمنح حتى حق المحاكمة، بل أعدم بوحشية أمام حشد من الجنود الإسبان ليكون عبرة لكل من يفكر في المقاومة. لكن ما لم يفهمه المستعمرون هو أن الأبطال لا يموتون بالإعدام، بل يخلدهم التاريخ. بعد سنوات قليلة من استشهاده، اندلعت الثورة الكبرى بقيادة عبد الكريم الخطابي، والتي اعتمدت على نفس التكتيكات التي استخدمها زعيم تمزوغت، واستطاعت تحقيق انتصارات مدمرة ضد الإسبان. زعيم تمزوغت اسم قد لا تجده في كتب التاريخ الرسمي، لكنه محفور في ذاكرة الريف، في وجدان كل أمازيغي يرى في المقاومة طريقاً لا خضوعاً. هذا الرجل الذي سبق زمنه لم يكن يبحث عن سلطة أو ملك، لم يركع يوماً للعلويين، ولم ينتظر إذن السلطان ليحارب، بل حمل سيفه وواجه العدو ليترك إرثاً لا يمحى، إرث المقاومة الأمازيغية الحقيقية. إذا أعجبتكم هذه الحلقة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. شاركونا آراءكم في التعليقات، ودعمكم يساعدنا على تقديم المزيد من الحلقات المشوقة. شكراً لكم.